بيبدأ الفيلم براج اللي بيصحى من النوم مخضوض لأنه شاف كابوس بيطارده. بينزل من بيته ودي ورشته اللي بيصلحوا فيها العربيات. بيسأل عن راج أخوه. صحابه بيقولوله إنه خرج عشان يجرب العربية اللي صلحها. بيقعد معاهم وبيلاحظوا إنه قلقان من حاجة. بيقولوله أنت لسه فاكر الموضوع عدى عليه 15 سنة؟ وبيقول لهم أبدا مفيش حاجة. وبعدها بقى بيظهر معانا فير بيكون بيجرب العربية او بيطيرها بمعنى اصح. صاحبه بيقول له يخرب بيتك ايه اللي انت بتعمله ده، المفروض العربيه هتتسلم لصاحبها النهارده. فير بيقول له ما تقلقش لاني انا اللي مصلحها بايدي. وفي طريقه بيشوف البنت دي بتكون محتاجه مساعده وحد يوصلها، لكن صاحبه بيمنعه من انه يقف لها. فير بيصمم وبعدين بينزله وبيرجع لها. بتقول له هاي انا ايشتا، الدراجه بتاعتي عطلت، كنت محتاجاك بس تساعدني عشان بفتح مطعم ولازم اسلم الورق النهارده لان النهارده اخر يوم في التقديم. فير بياخدها فعلا وبيكون الطريق واقف لكنه بيعرف يوصلها في الميعاد. بتشكره جدا وبتبدأ ما بينهم نظرات الإعجاب. بيتصل عليه راج وبيقول له فينك وفين العربية اللي هتتسلم النهاردة. فير بيبص للعربية لكن بتكون راحت فيها. بيرجع لأخوه راج وراج بيسأله ايه اللي حصل وبيقول له فير ان في بنت طلبت مساعدته انه يوصلها. وراج بيقول له ادام الموضوع متعلق ببنت تبقى عملت الصح. وبيهزروا مع بعض شويه وبعدين بيمشي وبيكون بيصلح في العربيه وبيلاقي ايشتا داخله عليه وبتقول له ايه ده انت بتشتغل هنا؟ بيقول لها شغال هنا ده ايه؟ المكان ده كله بتاعي. بتقول له شوف الموتوسيكل ده محتاج ايه؟ بيقول لها انه محتاج وقت عشان يتصلح. وبيقول لها شايفه ايه اللي حصل للعربيه بسببك؟ انا كده هضطر افضل شغال عليها طول الليل، ده كمان غير البهدله اللي اخدتها من اخويا. بتعتذر له وبتقول له حقك عليا انا اسفه. وبيكمل في كلامه وبيقول لها عارفه عمل ايه كمان؟ ضربني 10 اقلام على وشي. وبيفضل يتكلم عن اخوه بسوء قدامها. وبيكون راج واقف وسامع كل كلامه وفير بيترجاه انه يسكت عشان ما يتفضحش قدامها. وفعلا اخوه بيسكت وبعدين ايشتا بتمشي وفير بيعتذر من اخوه راج. بعدين فير بيصلح الموتوسيكل وبيروح للبيت لايشتا وبتساله كام الحساب وبيقول لها مفيش داعي احنا خلاص بقينا صحاب. بعدين بيفضل واقف قدام الباب عشان يستنى اصحابه. بتقول له ايه رايك تيجي تشرب معايا كوبايه قهوه لحد ما اصحابك يوصلوا؟ وفعلا بيدخلوا وبيقعدوا مع بعض. وبتقول له عارف قبل ما تيجي كنت لسه بفكر فيك. بيقول لها ايه ده بجد؟ وانا كمان كنت بفكر فيكي. بتقول له لا مش قصدي، اصلا انا مستغربه ازاي اخوك بيعاملك بالطريقه السيئه دي. فير بيقول لها بصي بصراحه كده انا كدبت عليكي، اخويا شخص كويس جدا وطيب وبيعاملني احسن معامله، بس انا ما لقيتش موضوع اتكلم فيه معاكي فكدبت عليكي والفت عليكي الموضوع ده لان كنت عاوز اتكلم معاكي في اي حاجه وبأي طريقة. بعدين أصحابه بيوصلوا بيعرفها عليهم وبيقترحوا عليها إن هي تخرج معاهم وفعلا بيخرجوا كلهم سوا. وهناك بتشوف واحد ماسك راجل كبير في السن وبيضربه. بتقوله لو ما سبتهوش هكلم البوليس. بياخد منها الموبايل وبيرميه في الأرض وبيتكسر. بيتدخل فير وبيقول فيه إيه. الشخص ده بيقوله إن دول رجالة الملك وكمان بيبيع لهم مخدرات هنا. بيحاول فير إنه يمشيهم لكنهم بيمسكوا فيه فبيضربهم والشخص ده بيحذره لأنه ضرب رجالة الملك واكيد هو مش هيسكت. بيكون فير ماشي في طريقه للورشه فبياخدوه على اخوانه وبيضربوه. بعدين بيتنقل للمستشفى. راج بيساله مين اللي عمل فيك كده لكن فير بيقوله ما تاخدش ببالك بسيطه. راج بيجيب له موبايل هديه. فير بيشكره لانه كان نفسه في الموبايل ده من بدري. بعدين بيلاقي ايشتا داخله عليه. بيقول لها انا جبتلك الموبايل ده بدل اللي اتكسر. بترفض انها تاخده. راج بيقول لها ما يصحش، ده نزل مخصوص وهو في الحاله دي وجابهولك ولازم تاخديه. وبعدين صحابه بيعرفوه ان رجالة الملك هما اللي عملوا في فير كده. بياخدهم وبيروحوا لمكان الملك وبينزل فيهم ضرب وبيحرق له بضاعته. واحد بيقول له ان الملك اكيد مش هيسيبك. بيرد عليه وبيقول له بلغوا ان كالي هو اللي عمل كده. الملك بيشوف بضاعته اتحرقت بيتعصب جدا وبيشك في فير. بعدها بيروح له الورشة ولسه هيتخانق معاهم لكن راج بيمنعه. بيقول له فير دول هما اللي ضربوه. راج بيقول له ايه المشكله يعني ضربتهم وضربوك والحكايه خلاص خلصت والموضوع انتهى. رجاله راج بيطلعوا السلاح لكن راج بيشاور لهم وبيقول لهم لا وبيحل الموضوع مع الملك وبيفهموا ان ملوش في المشاكل. والملك بيقول لرجالته انهم ينزلوا السلاح وبيكلم راج وبيقول له انت اكيد بتخاف من السلاح. بيرد عليه وبيقول له فعلا انا بخاف من السلاح جدا. بعدها بيمشي الملك ورجاله راج بيفضلوا يضحكوا لان الملك صدق كلام راج وانه فعلا ملوش في السلاح والخناق والمشاكل. راج بيضحك وبيفتكر قصته من 15 سنة مع السلاح. كان اسمه كالي. بيكون بيطارد العصابة المنافسة ليه. بيكون واخد منهم صندوق ذهب وبيفضلوا يطاردوه لكن مش بيقدروا عليه. بيضرب عليهم نار وبعدين بيركب العربية هو ورجالته بيهربوا. وفي طريقه بيخبط البنت دي وبرغم انه في خطر بينزل وبيشوفها وبيطمن عليها وبعدين بيمشي. بيكمل في طريقه. بعدها بيظهر رئيس العصابة المنافسة لكالي.
ديف بيكون بيهزق رجالته لأن راندير دايما بيفوز عليه لأن في ظهره كالي، إنما هو وراه شوية هلاهيل. بعدين كالي بيشوف البنت اللي خبطها وبيمشي الرجالة اللي معاه وبيروح لها وبيسلم عليها وبيقول لها ايوه انا اللي مسؤول عن الحاله اللي انت فيها دي، وبيقول لها انا اسف اللي حصل لك ده بسببي. بتقول له عادي مفيش مشكله. وبعدين بيوصلها وبتساله عن الرجاله اللي كانوا بيطاردوه وبيتهرب من سؤالها ده، لكنها بتصمم وتساله مره تانية وبيقول لها دول رجالتي. تعرفي راندير بكشي؟ انا بقى ابنه. بتقول له ايه؟ راندير بكشي رئيس العصابه الكبير؟ بيقول لها ايوه. انت خفتي ولا ايه؟ تقول له اخاف ليه؟ انا حيالله ماشيه مع واحد من رئيس عصابه. بيتعرفوا على بعض وبتعرف ان اسمه كالي وبيعرف ان اسمها ميرا. بيهزروا مع بعض شويه وبعدين بياخد رقمها وبيفضلوا يبصوا لبعض وبيبان ما بينهم الاعجاب. وبتمشي وبعدين بيروح مع باباه لفير، بيكونوا جايبين له هديه لكن هو بيرفض انه ياخدها، وكمان بيكون زعلان منهم لانهم دايما مشغولين عنه. بيحاول راج انه يصالحه وفعلا فير بيفرح جدا وبياخد الهديه منهم. وبعدين كالي بيمشي مع ابوه وابوه بيشكره جدا لان هو سنده في كل حاجه ومن غيره ما كانش هيعرف هيعمل ايه. وبيقول له كمان رغم اني مقصر معاك وابسطهم ان اخوك راح مدرسه وانت ما رحتش، ورغم كل ده انت مش ابني من لحمي ودمي، انا مش عايزك تفهمني غلط. وهو بيقطع كلامه وبيقول له انا مش عاوز اسمعك بتقول الكلام ده تاني، وانا عارف كويس انك بتحبني اكتر من فير. والده بيفهمه ان مهما حصل ما يقولش لفير الحقيقه وانه مش اخوه الحقيقي. كالي بيقول له اكيد ده هيفضل سر ما بيننا. وبعدين بيروح وبيقابل ميرا تفضل تكلمه في موضوع لكنه بيكون سرحان فيها. هي بتزعق فيه وبتقوله ركز معايا، بقولك في مجرمين بيعكسوني وبيضايقوني. بيسألها فين وبتقوله في المكان اللي ببيع فيه اللوحات بتاعتي. بيروح معاها وبييجوا الشباب اللي بيضايقوها، مش بيتكلم معاهم، كل اللي بيعمله انه بيوريهم السلاح اللي معاه، وكمان بيخلي رجالته توريهم السلاح اللي معاهم. بيخافوا منهم وبيمشوا. بعدين كالي بيطلب منها انها تخرج معاه في ميعاد لمدة 5 دقايق بس، وفعلا بتوافق وبتروح له الميعاد. بيتبسط جدا ان هي جت فبتقول له انجز يلا عشان ال5 دقايق بدأ. وفي ال5 دقايق دول بيتعشوا وبياكلوا ايس كريم وكمان بيرقصوا مع بعض، والرقصه بتخلص وبيفضلوا سرحان في بعض شويه. بعدين بيقول لها خلاص ال5 دقايق خلصوا تقدري تمشي دلوقتي. بتقول له شكلك معجب بيا. بيقول لها وانت عندك شك بعد كل ده؟ بتقول له خلاص نتقابل بكره. بيقول لها بكره مش هينفع لان عندي مهمه ولازم انجزها لانها مهمه خطيره جدا. وبتقول له ايه ده؟ انا بكره عيد ميلادي ولو ما قابلتنيش بكره مش هحتفل بيه. بيقول لها انا ما كنتش اعرف، وعد مني هخلص بكره كل اللي ورايا واكيد هقابلك. وقبل ما تمشي بتقول له اكيد بكره هنتقابل تاني. وتاني يوم بياخد رجالته وبيطلع المهمه. رجاله ديف بيهاجموهم بيخلصوا عليهم وبعدين عربيه كالي بتتقلب بيه. بعدها رجاله ديف بيفتحوا العربيه وبينزل منها بنت مش بيكون شايفها كويس، وبعدين بتبدأ الرؤية قدامه توضح. بيلاقيها ميرا. بعدين بينزل السلاح من ايده. بتروح له بتقول له مش انا قلتلك ان احنا اكيد هنتقابل النهارده؟ انت نسي لما سألتني عن اسمي وقلتلك اني اسمي ميرا ديف ملك؟ عارف ايه احلى حاجة؟ ان النهارده عيد ميلادي وانا هاخد كل الدهب ده وهديه لبابا هدية. انت عارف كل اللي انت فيه ده انا اللي مخططاله. خبطتني بعربيتك، انا اللي رميت نفسي، والشباب اللي كانوا بيضايقوني دول كانوا رجالتي، وطلعت معاك في ميعاد غرامي تافه. احساس وحش قوي. بترفع عليه السلاح لكنها بتنزله وبتقوله انا هعفو عنك بس عشان النهارده عيد ميلادي. وبعدين بتمشي. بيرفع ناحيتها السلاح لكن ما بتهونش عليه وبيرجع ينزله مره تانية. بعدها ابوه بيشوفه وبيقوله انا هخلص على ديف، لكن كالي بيقوله انا اللي اتهاجمت وانا اللي اتخنت وانا اللي هاخد حقي بنفسي. وبعدين بيروح ورا ميرا وبيقول لها وقفي العربيه. هي بتخاف وبتجري بالعربيه. هو بيلحقها وبيخبطها وبتكون لسه هتقع لكنه بيمسك ايديها وبيقول لها ما تخافيش، انا مش هعمل زي ما انت عملتي لاني حبيتك بجد وما عملتكيش بعقلي زي ما انت عملتي. وبيسحبها لفوق وبعدين بيقول لها لو شفتك في اي حته تانية اكيد هقتلك. وبيسيبها وبيمشي. بعدين بتكتشف ان هي اللي غلطت في حق كالي واتعاملت بعقلها ونسيت حبها الحقيقي لكالي. بعدها بتروح له البيت وبتتأسف له وبتقول له انت حبيتني بجد وانا اكتشفت اني بحبك، لكن الاكتشاف ده كان متأخر. انت ممكن ما تصدقنيش لكن انا بجد بحبك. بيقرب منها لكنه بياخدها وبيرميها بره. هي بتفضل تصرخ وبتقول له بحبك لكنه برضه مش بيرضى يرد عليها وبيسيبها تقعد بره. تفضل قاعده بره ومش بتمشي. بعدين بيخرج لها بالشمسيه والدنيا بتمطر وبيقول لها انت عايزه تثبتي لي ايه؟ بتقول له عايزه اثبت لك اني بحبك. بيقول لها وانا ازاي اصدقك؟ بتقول له وانا ما بحبكش صدقتني ودلوقتي اكيد بحبك فلازم تصدقني. بيقول لها لو خنتيني تاني تقول له ليك الحق انك تقتلني. وفعلا بيسامحها وبياخدها في حضنه وبيقضوا معظم الوقت سوا وهم مع بعض. وهم قاعدين بيقول لها انا سهل عليا اني اجي اخطبك لكن والدك ممكن يفتكر ان احنا جايين نغدر بيه. بتقول له ما تقلقش انا هحاول اقنعه.
وفعلا ميرا بتقنع والدها، وكمان كالي بيقنع والده وبيتقابلوا. لكن ابو ميرا بيكون نصب لهم فخ. كالي اول ما بيدخل بيسأل عن ميرا، ابوها بيقوله هي بتحبك جدا واكيد مش هتستحمل تشوفك وانت بتموت انت وابوك، وبيفضلوا يضربوا في بعض. الشخص ده بيتصل بميرا وبيقولها ان كالي وابوه غدروا بينا وهاجمونا، وكالي بيخلص على رجالة ابو ميرا. وبعدين ابوه وابو ميرا هما الاتنين بيرفعوا الاسلحة على بعض. في اللحظة دي بيحاول كالي انه يمنعهم لكنهم بيضربوا بعض. بيجري كالي على ابوه. في اللحظة دي بتدخل ميرا وبتشوف السلاح في ايد كالي، فبتفتكر ان هو اللي ضرب ابوها بالنار، فبتقتله بالنار على طول. بيروح المستشفى وبيعمل عملية جراحية، والشخص اللي عمل كل ده بيقول لميرا انها لازم تسيب المدينة وتمشي هي واختها. وكالي اول ما بيفوق بيسأل عن ميرا وبيقولوا له ان هي اخدت اختها ومشت من برا المدينة خالص، وهو كمان بياخد اخوه وبيمشي برا المكان خالص. وبنرجع للوقت الحاضر بعد 15 سنة من الحكاية. فير بيروح يقول لإيشتا ان هو بيحبها، بيكونوا عايزين يرتبطوا رسمي. بيروح فير عشان يقول لأخوه لكن مش بيقدر يقوله، بيكون محرج منه وبيفضل قاعد قدامه نص ساعة ومش بينطق بكلمة واحدة، لحد ما بتيجي إيشتا وهي اللي بتقوله، وفعلا بيوافق. وكمان بيقرر ان هو يروح يكلم اهلها، وفعلا بيروح هناك وبيكون قاعد في صالة الانتظار. فجأة بتخرج له ميرا وبيكتشف ان هي تبقى اختها، وبتقول له انا هعفي عنك النهارده بس عشان خاطر اختي، لكن لو شفتك مرة تانية اكيد هقتلك. بعدين إيشتا بتقول لها انت ليه مش موافقة على فير، وفير نفس الكلام بيسأل اخوه، وهما الاتنين مش بيلاقوا منهم اي اجابات مقنعة. بعدين بيروح لشاكتي وانور عشان يسألوهم. شاكتي بيألف عليه حوار وبيقول لهم ان هما كانوا الاتنين بيحبوا بعض، لكن راش كان شغال عامل نظافة وهي سابته لانه فقير. بيحاولوا يعملوا خطة يقربوهم لبعض مرة تانية، لكن الخطة بتكون فاشلة. بعدها فير بيبوظ عربية ميرا وبيخليها تقف في مكان معين، المكان ده بيعدي منه راش كل يوم. فعلا العربية بتاعتها بتتعطل وراش بيكون في الطريق، بتشاور له ما بتكونش شايفاه. بعدين بيطلع راش بيصلح لها العربية وبعدها بتمشي. بتروح رجالة الملك لميرا وبتعرض عليها انها تشتري المخدرات، لكنها بترفض. بيكونوا لسه هيهاجموها لكن بيوصل كالي بينزل فيهم كلهم ضرب. بيحاول يتكلم معاها لكنها بترفض. بعد كده بيسيبها ويمشي. ميرا بتشوف اختها إيشتا وهي بتكلم فير، بتقول لها انت لسه ما بعدتيش عنه. بتقول لها إيشتا انت اللي عندك مشكلة معاهم مش انا. ميرا بتقول لها من يوم ما ابوكي مات في مرة رفضتلك طلب، ودي المرة الوحيدة اللي اطلب منك تقومي ترفضي لي. بتقول لها إيشتا انا مش هرفضلك اي طلب، لكن لو ما اتجوزتش فير مش هتجوز اي حد تاني غيره. بعد كده بتسيبها وبتمشي. بتروح وراها ميرا وبتطلب منها ان هي تجيب فير لكن يكون لوحده من غير اخوه. بيروح فير وبيقابلها وبيشكرها لانها وافقت. بتقوله انا موافقة بس بشرط انك تسيب اخوك، وانسى كمان ان ليك اخ. بيتصدم جدا من طلبها ده وبيقول لها انت اكيد بتهزري، انا مش ممكن اعمل كده ابدا، اسيب اخويا. بعدين بيقوم وبيمشي. إيشتا بتمسك ايديه بيقول لها انا اسف، لكن اخويا كل حاجة بالنسبة لي وما اقدرش ابدا اسيبه حتى لو كان علشانك. ميرا بتتضايق على اختها وبتقوله انت بتعمل كده عشان خاطر اخوك، وده اصلا مش اخوك الحقيقي، مش من لحمك ودمك. اخوك ده باباك لقاه في الشارع ورباه. بيروح لراج وهو بيعيط وبيسأل راج هو انت فعلا مش اخويا؟ راج بيقوله مين اللي قالك كده؟ بيقوله ميرا، وكمان طلبت مني اني عشان خاطر اتجوز إيشتا اسيبك. بيسأله وانت قلت لها ايه؟ بيقوله فير طبعا رفضت، وبيحضنوا بعض. وراج بيشوف ان ده الوقت اللي لازم يعمل فيه المستحيل عشان اخوه. بيروح لميرا وبيمسكها من ايديها بالعافية وبيقول لها انت شايفة فعلا ان انا خنتك؟ انا ما خنتكيش، والدك هو اللي خانك وكذب عليكي، هو اللي كان عاوز يموتنا. ولو انت شايفة فعلا ان انا اللي قتلته خدي المسدس في ايدك اهو اقتليني، والمرة دي اكيد مش هسلم من المسافة دي. بتنزل المسدس. بعدها راج بيمشي وفير وإيشتا بيكونوا في منتهى الحزن. بعدين ميرا بتروح لرغاف وهو بيبلغها بالحقيقة. بتتصدم جدا من اللي عمله. بيقول لها ابوكي هو اللي كان مخطط لكل ده وانا ما كنتش عاوز افضحه قدامك. بعدها بتروح لفير وبتقوله انا موافقة ان انت تتجوز إيشتا وكمان تعيش معاك في بيتك. بعدها بتكون مع كالي وبتشوف رغاف وبتقوله ان هو قال لها كل الحقيقة. بتتأسف له وبعدين بيفتكروا ذكرياتهم سوا. بيبدأ فرح فير وإيشتا وميرا وراج بيرقصوا مع بعض وبيعرض عليها الجواز. بعدها رجالة الملك بتوصل وبيهاجموا فير وبيضربوه. بتجري عليه ميرا وبتنده على كالي. بيظهر بشخصيته من غير قناع، بينزل فيهم ضرب. بعدين الملك بيرفع السلاح على كالي لكن ميرا بتاخد الرصاصة مكانه وبتروح للمستشفى ومش بتموت وبيبقوا مع بعض. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. سلام.